عليكم بنات، كيف حالكم؟ اش اخباركم؟ كنتمنى ان شاء الله راكم بخير وعلى خير وتكونوا سنكسه كيف ما العاده احلى متتبعين ديالي. اخواني واخواتي، اليوم فيديو جديد ونهار جديد كيف ما كتولفوني وكيف ما كنولفكم بطريقه جديده وفي اسهل ما يكون. اليوم غادي نستعملوا ان شاء الله واحد العصير. هذا العصير اللي دار واحد الضجه كبيره في المجتمع، هذا العصير اللي كيجي واعر سهل وماهر في المكونات، بحال عاد ديك العواصر اللي كيكونوا في الاعراس وفي المناسبات وفي المحلات. غادي نبداو في طريقه تحضير هذا العصير. شنو غادي نستعمل فيه؟ عندي كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال السكر، واحد الياغوت بالنكهه ديال البنان، ممكن ديروا ياغوت ديال فاني، انا استعملت نكهه ديال البنان، جوج ديال البرتقال بهذا الحجم البنات، وليترو ديال الماء، ليترو ديال الماء عادي. غادي نبداو في طريقه الخليط كيف ما كتشوفوا هنا. يلا على بركه الله. ودابا غادي نبداو باش نحكو البرتقاله ديالنا. كيف ما كتشوفوا كنحكو غير القشره اللي كيكون الفوق، ما نوصلش القشره اللي كتكون لداخل هذيك البيض، كنحكو غير القشره من الفوق. وما تنساوناش البنات بلايك ديالكم والاشتراك ديالكم باش يوصلكم كل جديد ديالنا ان شاء الله. صافي كنبقاو دابا غادي نحكو مزيان القشره ديال البرتقال. كيف ما كتشوفوا هذا العصير رائع البنات في شهر رمضان، كيجي واعر البنات، بلا ما نحتاجوا العواصير ديال الزنقه ولا استعملوا العواصير في الدار ناجحين 100%. وكيكونوا يكون فيه واحد الماده ديال المكونات ديال البروتينات في الجسم ديالكم. العصير ديال الدار احسن من عصير ديال الزنقه، دائما عصير ديال الدار كيكون واعر البنات، كيكون فيه المكونات من يدين ديالك وما عندك بلاش تخافي. ودابا كيف ما حكيت القشره ديال البرتقال مزيان، غادي نضيف هنا كاس ديال السكر، واحد الياغوت بالنكهه ديال البنان، ممكن تفضلوا ياغوت ديال الفريز ولا ياغوت ديال الفانيلا. الا درتو فيه الياغوت ديال البنه راه كيعطيكم واحد البنه رائعه كتر 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 البنات. صافي غادي نحيد هادشي اللي كاين في الداخل. دابا غادي نخلطو غير من الخلاط اليدوي. صافي كيف ما كتشوفوا كنخلط مزيان الياغوت ديالنا مع السكر سنيده ومع هذيك القشره ديال البرتقال كما كتشوفوا بهذه الطريقه، باش غادي تدخل فيها ديك المكونات ديال الياغوت. هذا العصير كيجي عاقد البنات، كيجي زوين وما شاء الله، لا في البنه ولا في التحضير ديالو ساهل، ما كنحتاجوش فيه كاع دابا البنات دغيا اللي داقوا والله العظيم يقول لك اعطيني الوصفه كيفاش صنعتي هذا العصير. دابا غادي نحيدو القشره ديال البرتقاله ديالنا. كيف ما كتشوفوا كنحيدو القشره كامله البنات، ما خصناش نخرجوا على اللحم ديال الليمون ديال الشين عفوا. كنحيدو القشره ديالنا كامل البنات كيف ما كتشوفوا، حتى هذيك القشره البيضاء ما تبقاش لاصقه لينا في البرتقال ديالنا، في اللحم ديال البرتقال خصنا نحيدو هذيك القشره البيضاء كامله باش ما ديرناش شي كشكوشه لا في العصير وما كيخرج لينا شي مذاق ماشي هو هذيك. حنايا خصنا المذاق ديال البرتقال اللي غادي نحيدوه كيف ما كتشوفوا هنا بهذه الطريقه البنات غير بالعقل. صافي دابا كيف ما شفتوا هنا حيد كامل القشره، وكنحيد ليها ديك المسافات اللي كيكونوا بايضين ديال القشره ديال البرتقال، ونبقاو نستمروا بهذه الطريقه. ايوا كيبقى غير اللحم ديال البرتقال كيف ما كتشوفوا، غير اللحم ديال البرتقال خصنا غادي نطفوه كامل مزيان. ودابا كنبقاو بالاستمرار بهذه الطريقه البنات، وعاد ان شاء الله غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي نطحنوا. كيف ما كتشوفوا هنا البنات كملت البرتقال كامل. دابا غادي ندير هنا هذيك النصف ديال لتر ديال الماء، صافي ما نديرش لتر كامل، ندير غير النصف ديال الماء. هذا النصف غادي نخليه حتى الاخر، حتى غادي نطحن هذا الخليط الاول، عاد غادي نطحنه مع الخليط الثاني. غادي نبقى نحيد الحبوب ديال السكر اللي درنا والياغوت. ودابا غادي ندير فيه البرتقال لداخل، غادي نهزو كيف ما كتشوفوا، غادي نهزو هنا واحد الغراف ديال المونيميكس، الغراف ديال الخلاط الكهربائي. بهذه الطريقه غادي نكبو غير بالعقل باش غادي نطحنوا المكونات ديالنا كامل مع بعضياتهم. كما كتشوفوا البرتقال مع هذا الماء كيجي واعر البنات في رمضان اولا في الصيف، ما شاء الله ما شاء الله، رائع رائع رائع. دابا غادي نخلطوا هذا الخليط مزيان كما كتشوفوا، نخلطوا مزيان البنات كما شفتوا هنا. صافي خلطت هذا العصير مزيان. دابا غادي نصفيو نهزو واحد الصفايه، وباش غادي نصفيو العصير ديالنا باش هذيك الكشكوشه اللي كتكون ديال البرتقال ما تكونش في العصير ديالنا. غادي نصفيو مزيان العصير ديالنا كيف ما كتشوفوا. صراحه كيجي عاقدها بهذه الطريقه اللي نشوفوا كيفاش كيولي صراحه بحال الياغوت ديال الرايب. كيف ما كتشوفوا كيجي واعر البنات، واعر واعر واعر. صافي كنبقاو
نحيدو هادشي كامل اللي كيكون فيه، كنعصرو مزيان هذيك الكشكوش اللي كيكون فيه الماء ديال العصير ديالنا، وكنبقاو نصفيو بهذه الطريقه حتى غادي نساليو الخليط ديالنا. كيف ما شفتوا هنا البنات ساليت الخليط ديالي كامل، خرج لي هنا النصف، هذيك النصف اللي كنت حطيت فيه ديال الماء غادي نكبو دابا هنا في العصير ديالنا بهذه الطريقه. ودابا نبقاو نخلطو غير في عقل هكاك، غادي نخلطو دابا ان شاء الله كيف ما كتشوفوا. ضروري البنات غادي نصفيو العصير ديالنا مزيان. شوفوا هنا كيف ما كتشوفوا هنا هذيك الكشكوشه ديال العصير اللي كنت صفيت مزيان، هذيك البرتقال هي كيفاش كيكون ليا هذيك الحبوب ضروري من الصفايه ديالو البنات. المهم حتى غادي نساليو ان شاء الله، ضروري غادي ندخلو في الثلاجه يبرد ليا واحد مده نصف ساعه هكاك حتى غادي يكون بارد، وعاد غادي نقدموه ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا هنا يا بنات اخواني واخواتي كيفاش كيجيني العصير ديالنا دابا موجود تبارك الله. خرج لنا واحد الكميه كيف ما كتشوفوا لتر ديال العصير البنات، وصراحه كيجي عاق. دابا نشوفوا كيفاش كيجي ما شاء الله، كيجي زوين البنات. اللي ذاقوا والله العظيم يقول لكم عطيني الوصفه ديال هذا العصير، الصراحه ما غاديش يختيكم في رمضان. ضروري جربوا هذا العصير راه ما تندموش عليه، وراه ساهل وماهل في المكونات، ما كنحتاجوش فيه بزاف المكونات، غير جوج البرتقال وواحد الياغوت صافي والماء وكاس ديال السكر. جربوها البنات هذا العصير وردوا عليا اخباركم، وما تنسوناش البنات بلايك ديالكم وبالاشتراك ديالكم باش يوصلكم كل جديد ديالنا ان شاء الله مع قناه حلاوه فرح. دمتم برعايه الله، والسلام عليكم الى الفيديو القادم ان شاء الله. سلام.